والطنجية المراكشية التقليدية على حقها وطريقها وبلا فرناتشي، شهوة منها بقوامها الأصلي وطايبة طياب زبدة، سهل منها ما كاين. سبق ليا ودرجتها معاكم، بالحق الأغلبية جاوني تعاليق بغاوها بالصوت ديالي شخصيا وانا تحت الطلب. وما تنساوناش ملي لايكات ديالكم للتشجيع فقط، وتبعوا معايا المكونات والمقادير وطريقة التحضير من الاول حتى الاخر. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي ويعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحتاجوا هنايا اللحم بطبيعه الحال ديال الغنمي ومن الملج، يعني الطريفات يكونوا من الملج ونتفاداو طريفات ديال العنقره. بالنسبه للكميه ديال اللحم لكم فيها الاختيار، انا غادي نخدم بكيلو قل ربع ديال اللحم. عندي هنايا القليليشه او القله ديال الطين اللي غنخدموا فيها الطنجيه، بيتها ليله كامله في الماء، يعني اللي اول مره غادي نخدموا بها باش ما تطرطقش لينا او ما تشقش لينا اثناء الطهي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضع هنايا طريطفات ديال اللحم ديالي تقريبا كيلو الا ربع، وانتم كيف ما قلت لكم غادي ديروا الكميه اللي بغيتو. هاد الكميه كتكفي من جوج او ثلاثه ديال الافراد. دابا راه العيد الاضحى واللحم تبارك الله راه موجود، ديروا الكميه اللي بغيتو. اول حاجه كنبدا بها وهو الزعفران الحر، اي الزعفران شعره، كنديروا هنايا في نصف كاس ديال الماء او كاس الا ربع من عبار كاس ديال العنبه ديال الماء. كنديروا الماء عادي ما يكونش ساخن، غير الماء عادي، ونوضعوه جانبا حتى كيذوب على خاطرو. بيد ما نوضعوا المكونات. عندي 4 ديال الفصوص من الثوم، يعني هاد الفصوص يعني الحجم الكبير. كاين اللي عندكم الثوم الحجم الصغير غديروا 5 ديال الفصوص. عندي كذلك كنحتاج هنايا الحامض مصير او الحامض مرقد، كنحتاج هنايا نصف حامضه، يعني نص حامضه ممكن نقسموها على زوج او نقطعوها طريطفات كيف ما كتشاهدوا معايا. كندير هنايا الحامض المصير والثومه. وبالنسبه لهاد المكونات او هاد العطريه اللي غادي نضيفو، راها الوصفه الاصليه ديال الطنجيه المراكشيه. عندي هنايا 2 حتى 3 ديال الوريقات ديال الرند او اوراق سيدنا موسى او اوراق الغار، كل واحد واش كيسميهم. كذلك كنحتاجوا هاد المكون ضروري. على العموم جميع المكونات راها اساسيه وضروريه. عندي معلقه صغيره مملوءه جيدا من السمن، وهذا السمن راه صنع منزلي، غادي نخلي لكم في رابط صندوق الوصف ان شاء الله. وهذا هو الوقيته باش نحضروا السمن وكيجينا غاوي وكيوجد لينا بسرعه. كذلك عندي ملعقه كبيره من الكمون حبوب، يعني ما نديروش الكمون مطحون، وغادي نقول لكم علاش كنديروا غير الكمون حبوب فقط. من بعد ما ارتاح ليا داك الزعفران شعره اللي درتو في الماء في الاول، كنحركو مزيان مزيان وكنضيفوه على التوابل، يعني هو الاخير، ما قبل الاخير عفوا. ثم كنضيف هنايا نص كاس من عبار كاس ديال العنبه من زيت الزيتون. من الاحسن اذا توفر عندكم زيت الزيتون كان احسن، اذا ما توفرش عندكم ما علينا ليه بديل، غادي نديرو زيت المائده. كنديروا هنايا غير واحد الرشيشه ديال الملح، والملح كيبقى حسب الذوق لاننا درنا السمن ودرنا هنا الحامض المصير. انتبهوا مزيان مزيان المرحله اللي غنضيفوا فيها الملح ديالنا. كنحرك الكل جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا. وغادي نجيب هنايا البابي كويسو اللي كنطويه على 6، يعني طويته في الاول على 4 وعاود 6 طويته. ضروري ما نغطيو بالبابي كويسو هو الاول، ما نديروش ديريكت البابي الومنيوم كيف ما كنعرفوا جميع. كندير هنا البابي كويسو وكنجمعها مزيان مزيان ونعقدها بشي حاجه. انا عقدتها هنايا بداك الحبيلات اللي كيكونوا كنعقدوا بهم الربيع والقزبور والنعناع. خديتها من الربيطه ديال النعناع، كنعقدها مزيان مزيان وكندير ليها هنايا واحد الثقب في الوسط بالسكين، وعاد كندير ليها الالومنيوم من الفوق مزيان مزيان. درت ليها هنايا واحد الحبيل، واحد السليك باش نرفدها وتجيني ساهله. من بعد ما درت المجمر ديالي او الفاخر ديالي يزند مزيان مزيان ونعمروه مزيان بالفاخر، يعني باش خصنا هاد الطنجيه هذه تكون واصلها العافيه
من كل الجوانب. كندير هنايا الطنجيه ديالي في الفخر بعد ما زند ليا، كنوضعها في الوسط يعني وكنخليها الطيب على خاطرها. وسمعوا لي هنايا يا سلام على التبقبيقه. والمده ديال الطهي ديالها يعني على حسب اللحم ديالكم واش فتي او لا، يعني ابتداء من ساعتين ما فوق. انا خدات مني ساعتين من الزمن، يعني 2 سوايع كانت واجده. ومره ما فيها باس ناخذوها ونبقاو نحركوها ونرجعوها للمجمر ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الطنجيه ديالنا الاصيليه بقوامها على حقه وطريقه، ما تفلتوا فيها حتى حاجه باش تجيكم بزاف لذيذه ومعلكه. وهي كتحط يعني بدون تزيين، غير انا درت هذه الاضافه يعني واحد شويه ديال اللوز محمر. ممكن ديروا البرقوق معسل او المشماش معسل، لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا الطنجيه ديالنا كتجي اللحم ديالها طايب الزبده. اما المذاق غيبقى مرسخ لك في الذاكره. من اروع ما غتجربي في الطنجيه الاصيليه. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الطنجيه ديالنا، كتوجد خف من زربه وسهل منها ما كاين. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من لايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. كنشكركم بزاف المتابعه، وما تنساوناش من التعاليق ديالكم البناءه. والى اللقاء دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه صويريه، ودمتم في رعايه الله.